ملي كنجيو دابا تنتكلموا على الزياده، واش دابا هذا وقت الزياده؟ انا ما تنفهمش كيفاش هذه الحكومه كتختار دائما الوقت الغير مناسب لاخذ قرارات. التعليم بدينا السنه الموسم الدراسي ب3 شهور ديال الاضراب او اكثر، وحتى من بعد وعاد لقاو الحل وصافي دازت الامور. يعني 3 شهور ضعنا في التعليم. في التعليم اللي حنا شحال المرتبه ديالنا 154 تنظن على 199، يعني في الاخير ديال التعليم. إذن شنو ناقص هذه الحكومه؟ واش ناقصها الجرأه؟ واش ناقصها الحنكه؟ واش ناقصها الرؤيه؟ واش كاين حول في الرؤيه؟ اشنو هو المشكل؟ شنو هو المشكل عندها باش ما تلقاش الحل في اقرب وقت؟ لان جرس الخطر كيدق. واش الناس عطيناهم الدعم وحيدنا لهم الدعم؟ راه ملي عطينا الدعم عطينا احساس بالطمانينه، قال الله 500 درهم غادي ندير بها وندير بها وندير بها، وعطينا له شهرين 3 شهور حيدناها له. واش هو في شهرين 3 شهور هو خدا الدعم وغادي تزاد عليه شي حاجه جديده في حياته؟ راه ما يمكنش. اذا قولوا لنا الصراحه، قولوا لنا شنو كاين في الدعم الاجتماعي المباشر؟ علاش حيدتوا للناس الدعم؟ علاش هو السبب الحقيقي؟ حل بحل، حاله بحاله. الخضره رجعت كتهبط وتطلع بدون اجراءات ديال الحكومه، رجعت كتهبط باسباب خارجيه. نيجي دول تغلق الحدود ديالها، الخضر ديالنا الخضر ديالنا كتدفق في المغرب وكيهبط الثمن. ملي كتجي الدول الاخرى عاوتاني كتفتح الحدود ديالها وتقول لهم يلاه استوردوا، كنبداو عاوتاني كنجريو نصيفطوا الخضر ويبقى السوق ديالنا المغربيه ما فيه حتى شي حاجه. ايوا شنو هادشي هذا؟ شي حاجه ماشي هي هذيك. حيت البلاغ الصحفي الاسم العنوان ديالو اصلاح منظومه دعم اسعار غاز البوتان بشكل جزئي. اذن المفروض يقولوا لقد تم اتخاذ القرار الاتي في اطار دعم مشروع او برنامج تعميم الحمايه الاجتماعيه والدعم الاجتماعي المباشر. هذا القرار هو كذا وكذا وكذا. لكن ملي كيجيو في 15 سطر هما تيكتبون على امو تضامن الدعم المباشر والسجل الاجتماعي وتعميم الحمايه الاجتماعيه الى اخره، فهذا هذا في حد ذاته يعني في الظاهر تيقول بان كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. فتنحاول نقرا اليوم تيقولوا بانه هاد الشروع غيبدا يوم 20 ماي 2024، يعني اليوم الاثنين 20 ماي 2024 غادي يبدا التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان براس سنه 2024، وغادي نزيدوا 2 دراهم فاصله 50، يعني 50 ريال غنزيدوا في البوطه الصغيره، وغنزيدوا 10 دراهم 200 ريال غنزيدوها في البوطه الكبيره. مزيان. دابا انا اللي تيبان لي تنشوف، سمعت ذاك النهار التقديم ديال الحصيله ديال الحكومه، وبقيت تنشوف الشعار اللي كان في تقدموا به الاحزاب ايام الحمله الانتخابيه، وتيتكلموا على حزب من الاحزاب ديال الاغلبيه تيتكلم على ان المغاربه يستاهلوا اكثر ويستغلوا حسن. إذن استبشرنا خيرا، قلنا نستاهلوا حسن ونستاهلوا خير. ما معنى هذا؟ أي غنحافظوا على الحقوق المكتسبة ديالنا وغادي تزاد لنا أكثر. إذن الحقوق المكتسبة شنو هي؟ كانت الرامد كيستافدوا منها 11 مليون شخص. 11 مليون شخص كانت يمكن لهم يمشيوا للمستشفى وتيتلقاو العلاجات بالمجان والتحليلات بالمجان والأدوية بالمجان. هذا المفروض نظريا، بغض النظر عن الانتقادات اللي كانت هذيك بطاقه الرميد حتى هي كانت عندها نقاط ضعف، وهذا عادي، لكن على الاقل كانت 11 مليون اللي كتستافد. دابا اليوم هاد 11 تقلصات ل 3 مليون او 4 مليون. واش دابا هنا هدف احسن؟ هدف اكثر؟ هدف افضل؟ كنا 11 مليون صبحنا 3 او 4 مليون اللي كيستافدوا من امو التضامن. واش ما كانش الاجدر انه قبل، يعني الحكومه كتبان لي كدير واحد المشاريع، كتنزل واحد المشاريع ولكن بلا ما تنقي، بلا ما توجد الارضيه تنقي شنو كاين المكتسبات نحافظوا عليها. دابا رجعنا للور، ما بقيناش نستحق اكثر ونستحق افضل واحسن، بل رجعنا كنفقدوا الحقوق المكتسبات. مثلا ملي كنهضروا على تعميم الحمايه الاجتماعيه، الم يكن يعني بالاحرى كان خصنا نبداو بالناس اللي كيشتغلوا خدامين عندهم خدمه وما مصرحينش بهم، هما الاولين نبداو بهم.
بعدا نقولوا اللي خدامين كلهم راه تصرح بهم، وعاد ننتقلوا للتامين، ننتقلوا للمشروع تامين الحمايه الاجتماعيه، وندخلوا الناس اللي ما مصرحيش بهم عاد بالفئات ديالهم، كل واحد الفئه ديالو. لكن حنا دخلنا على هذاك الشيء هكاك، اذ لحد الان ناس كانوا في النظام قبل تامين الحمايه الاجتماعيه غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للتمشيم، ولا زالوا الى يومنا هذا لا يصرح بهم. هما تيشتغلوا، وخصوا بالذكر الامن الخاص، النسيج، البناء، المنظفات والمنظفين، و شكون اخر، مطاعم والمقاهي. هادو بزاف مازال لحد الان ما تيستافدوش. ملي تنجيو الزياده ديال الغاز، واش بان اليوم في اطار دائما المحافظه على المكتسبات، كانوا واحد الناس عندهم امراض خطيره جدا كيستافدوا من الرميد، وكانوا فرحانين بداك الرميد، واخا هما الله يهديهم واخا كانت عندهم الرميد كانوا كينقروا. دابا ما بقاش عندهم لا رميد لا امو تضامن، ماشي الاغلبيه لكن كاينين هادو اللي كانوا مستافدين من الرميد، وكان عندهم امراض خطيره جدا، من ضمنهم يعني المرض اللي هو قاتل، اللي هو مرض السرطان. هاد الناس اليوم ما بقاش عندهم الرميد، وكاين اللي تعطى لهم بعض الاشهر استفدوا من امو تضامن، ومن بعد لقاو راسهم محرومين من امو تضامن، قال لهم خصكم تخلصوا. وكاين اللي كانوا في الرميد ومباشره قال لهم خصكم تخلصوا، وهما ما عندهمش باش يخلصوا. اذا هادو جوج ديال الفئات اللي بداو كيستافدوا من امو تضامن، يعني من الاشخاص الغير قادرين على الاداء، واحد الساعه يعني دازوا من الرميد ودازوا الامو تضامن، وكانوا كيستمروا كيستافدوا من الاستمراريه في العلاجات ديالهم بالمجان. لكن واحد الوقت من بعد شهرين ولا 3 شهور ولا 4 شهور قالوا لهم خصكم تخلصوا، اذا وقف لهم التامين. ولكن السرطان ما وقفش، مرض السرطان اللي فيهم ما وقفش، الامراض المزمنه الاخرى ما وقفاتش. او كانوا كيستافدوا من الرميد ومن بعد لقاو راسهم خصهم يخلصوا، وطبعا هما ما عندهمش يخلصوا، ها هو مرض السرطان مازال زايد ولكن ما كيستافدوش. اذا هادو علاش ما فكرنا لهمش باش نحافظوا لهم على حقوقهم المكتسبه، ونقول لهم غادي تستقروا بعدا في الوضع، انتم امراض، انتم محتاجين العلاج دابا، هادشي مستعجل، مساله تتعلق بالحياه. وهذا هاجس ديالي انا كحكومه، انا ما نسمحش فيكم، انا نبقى نتبعكم انتم اصحاب الامراض المزمنه، نحصيهم شحال بهم، 100,000 200,000 مليون، شحال ما كاملاش، شحال بهم، ونخرج انا الناطق باسم ناطق رسمي باسم الحكومه ونقول انتم الناس اللي عندكم امراض مزمنه وتفاجئتوا اليوم لقيتوا راسكم انكم خصكم تخلصوا، او ما بقيتوش في الرميد ودزتوا الامر التضامن شهرين 3 شهور، من بعد ما بقيتوش عندكم هذا الامر التضامن. حنا ما نسيناكمش، نتوما حنا مادين لكم يدينا وحاضينكم. ها العلاج ديالكم غادي يكون، وها المسطره ديالكم غادي تكون استثنائيه، لان نتوما ما معكمش اللعب، نتوما تيخصنا نقدوا لكم حياتكم وصحتكم حتى توقفوا على رجلكم وديروا لاباس، عاد نجيو نتحاسبوا معكم نشوفوا واش ديك الساعات يمكن لكم تخلصوا ولا ما تخلصوش، ولكن ما نخليكش في وسط الطريق. الحاجه ملي كنجيو دابا تنتكلموا على الزياده، واش دابا هذا وقت الزياده؟ انا ما تنفهمش كيفاش هذه الحكومه كتختار دائما الوقت الغير مناسب لاخذ قرارات. يعني نرجع التعليم، بدينا السنه الموسم الدراسي ب3 شهور ديال الاضراب او اكثر، وحتى من بعد وعاد لقاو الحل وصافي دازت الامور. يعني 3 شهور ضعنا في التعليم اللي حنا شحال المرتبه ديالنا 154 تنظن على 199، يعني في الاخير ديال التعليم يواتينا هادشي، هذا يواتينا 3 شهور ديال التوقف عن العمل، والحل ما تلقى حتى سالينا، سالوا 3 شهور عياو الناس بالاضرابات، وهاد لقينا ايوا ديك 3 شهور ما نتحاسبوش عليها. اليوم الطلبه الاطباء تيقراو، الطلبه في الطب كيقراو حتى هما عاطينهم بالضر. واش هاد الحكومه عندها كم حاجه قضيناها بتركها؟ هذا هو الشعار ديالها. 3 شهور وحنا غاديين في 4 شهور ما تيقراوش. وشنو هو الحل؟ عاوتاني دابا 3 شهور واحده اخرى ولا شهر ولا 15 يوم عاد لقاو هاد 3 شهور اللي دازت بلا قرايه، شنو غادي نديروا فيها؟ اذن شنو ناقصها هاد الحكم؟ واش ناقصها الجرأه؟ واش ناقصها الحنكه؟ واش ناقصها الرؤيه؟ واش كاين حول في الرؤيه؟ اشنو هو المشكل؟ شنو هو المشكل عندها باش ما تلقاش الحل في اقرب وقت؟
لان جرس الخطر كيدق. لكن هادو ما ناخذوش فيهم قرارات ونجيو الزياده ونزيدوا 10 دراهم. على من غنزيد 10 دراهم؟ على كل شيء. غادي تقول لك الحكومه لا انا راه درت الدعم الاجتماعي المباشر. علاش درت الدعم الاجتماعي المباشر؟ باش الانسان يقدر يستحمل ديك 10 دراهم اللي غادي يزيد في البوطه. هي والناس اللي ما خداوش هذا الدعم اللي بقات الوضعيه ديالهم هكاك، بل اكثر من هذا، مطالبون باداء الاشتراكات ديالهم ليستفيدوا من التامين الشامل، وغادي نزيدهم من الفوق 10 ديال الدراهم نزيد لهم في البوطه. ما عندهمش الدعم الاجتماعي المباشر وما عندهمش امو التضامن، وزيد 10 دراهم. وفوقاش هاد 10 دراهم على 15 يوم ولا 20 يوم قبل العيد الكبير، العيد الاضحى، اللي عارفين المغربي شحال عزيز عليه هذا العيد وشحال كيفكر له باش يشري هذاك الكبش ديالو الحولي ديالو. نزيد له انا 10 ديال الدراهم. لا زينه زينه وزادها نور الحمام، ولا لما قدك الفيل زيد كالفيله. هذا هو الظرف اللي كان خصنا نزيدو فيه 10 ديال الدراهم. نستحقوا اكثر. كيف؟ بالوصول الى 13% ديال البطاله. هذا هو ما نستحق. عمر هذا الرقم هذا ما عمرنا وصلنا له، عمرنا ما وصل هذا الرقم هذا. نوصلوا لفقدان 181 ألف شخص اللي فقد الشغل ديالو. شنو عندنا؟ شي كورونا جديدة؟ شي جائحة جديدة عندنا؟ هذا هو العدد اللي فقدوا الشغل ديالهم بسبب كورونا كوفيد 19. ودابا علاش فقدنا الشغل؟ في حين أنه الحكومة في برنامجها أو الأحزاب الأغلبية كان عندهم برنامج أنهم يخلقوا مليون فرصة شغل. ما عرفوش فرصة شغل ولا منصب شغل، حيت إذا كانت فرصة شغل راه أوراش داخلة، حيت هي فرصة، واحد الفرصة كتعطى الإنسان ليس بالقارة ولا الدائمة ولا المستقرة. فرصة يمكن له يشتغل شهرين 3 شهور 4 شهور والله يهنيك. وهو ما كان عنده الرامد، وملي خدم داك 3 شهور في اوراش دخلوه للصندوق الوطني للضمان الجماعي. ملي خرج من داك بعد 3 شهور قالوا له ما يمكنلكش تستافد من امو التضامن، حيت انت مصرح بك. يا ودي راني خدمت غير 3 شهور ما بقى عندي حتى شي على خدمه لا حتى شي حاجه، راني والو ما بقاش عندي. ارتفاع نسبه افلاس المقاولات ب 15%. 15% يا عباد الله. خلقوا شركات اي نعم، لكن 15% الشركات اللي هي موجوده افلست، اعلنت افلاسها. والفقر، معدل الفقر اللي كنا فيه 1.2 في 2022 قفز الى 6.6. طبعا الارقام انا ما تنجتهدش فيهم، هادشي راه المندوبيه الساميه للتخطيط. المندوبيه الساميه للتخطيط جابت هاد الارقام هذه، وكنتظروا حكومه تخرج تفند هذا الكلام وتقول هاد الاحصائيات اللي جبتيها راه غير معقوله. بالعكس حنا هادشي اللي حققنا راه يفوق انتظارات. اذا فين هو نستحق اكثر من الناس اللي كيعيطوا لنا يوميا عندهم مشاكل ديال الدعم. الناس مرضوا، مرض سميتو الدعم المباشر، مرض سميتو المؤشر، كان عندهم السكر، كان عندهم مرض السرطان، كان عندهم مرض الكلي. ايوا دابا زاد المؤشر تا هو رجعوا كيمرضوا به، رجعوا كيفيقوا به ويطلعوا به وينوضوا به ويهضروا به ويشربوا به القهوه ويتغداو به ويفطروا به. وشنو هذا الشيء هذا؟ يعني المشاريع فيها تحدي كبير. المشاريع ليست بالبسيطه، ليست بالسهله، وليست بالمشاريع التي تنجز في سنه او سنتين. مشاريع مهمه وتاريخيه، وسيشهد التاريخ لهذه الحكومه ان هي نجحت في تنزيل هذه المشاريع. يعني تنحاولوا نشوفوا ما هو ايجابي دارته الحكومه. ملي كنتسراو في المدن الكبيره كنلقاو فعلا كاين تغيير مهم في البنيه التحتيه، كنلقاو انجازات هائله بالنسبه للبنيه التحتيه. الطريق السيار تحديات كبيره. الطريق الحمد لله من
اكادير وانت غادي حتى للداخله جميله جدا اللي طاحت علينا بزاف ديال الفلوس، وخص تكون اراده باش ننفذوا مشاريع بحال هكا. ثم كاين المطارات، ثم كاين ميناء ديال طنجه المتوسط في تحدي مع المشاريع الكبرى اللي كاينين في العالم. الاكبر الميناءات اللي كاينين في العالم الميناء المتوسطي يتحدى هاد المشاريع الدوليه. هذا الشيء كله تفرح ملي كنشوفوا الدار البيضاء قداش درنا الخط الاول والخط الثاني، ودابا حنا في الخط الثالث ديال التراموي. كنشوفوا الحافلات جميله جدا، كنشوفوا قطار فائق السرعه جميل جدا. كاين اجراءات، كاين مشاريع، كاين اوراش مهمه جدا اللي بدات طبعا قبل ودابا راهم كينفذوها. ولكن ملي كنشوفوا هذه المشاريع الكبيره غير كننتظروا اشنو هي التبعات الايجابيه، الاثار الايجابيه على المواطن. مازال ما وصلوش المواطن، فلهذا تيخص الحكومه اليوم غير على الاقل تخمم تقول واش هذا التنزيل انا غادي في الطريق الصواب. هذا التنزيل ديال تامين الحمايه الاجتماعيه واش كاين شي ما نصلح، واش كاين شي ما نصحح، واش الناس عطيناهم الدعم وحيدنا لهم الدعم. راه ملي عطينا الدعم عطينا احساس بالطمانينه، قال الله 500 درهم غادي ندير بها وعطينا له شهرين 3 شهور حيدناها له. واش هو في شهرين 3 شهور هو خدا الدعم وغادي تزاد عليه شي حاجه جديده في حياته؟ راه ما يمكنش. إذا قولوا لنا الصراحه، قولوا لنا شنو كاين في الدعم الاجتماعي المباشر، علاش حيدتوا للناس الدعم؟ علاش شنو هو السبب الحقيقي؟ حاله بحاله باش الناس يرتاحوا ويطمئنوا. اذا ما فهمتش ملي كنشوف الخضره رجعت كتهبط وتطلع بدون اجراءات ديال الحكومه، رجعت باسباب خارجيه. ملي تجي دول تغلق الحدود ديالها الخضر ديالنا، الخضر ديالنا كتدفق في المغرب وكيهبط الثمن. ملي كتجي الدول الاخرى عاوتاني كتفتح الحدود ديالها وتقول لهم يلاه استوردوا، كنبداو عاوتاني كنجريو نصيفطوا الخضر ويبقى السوق ديالنا المغربيه ما فيه حتى شي حاجه. ايوا شنو هادشي هذا؟ يعني واش ماشي حال الوقت ما حدنا في نصف الولايه باش نعيدوا النظر في طريقه العمل ديالنا ونشوفوا اشنو هي الامور اللي تخصنا نعيدوا فيها النظر باش على الاقل نتداركوا ونصلحوا ما يتصلح؟ ولا غادي نكملوا هاد العامين ونص بهذا الاحساس باننا راه حنا حققنا بزاف ديال الامور، ولكن في النتيجه وفي الواقع راه كاين تناقض كبير ما بين ما يقال كحصيله وما نراه في الواقع، ما نعيشه. راه خصنا يكون هناك تناسق بين ما يحس به المواطن، ما يعيشه يوميا المواطن، وما تقوله الحكومه، وبالتالي غادي يكون هناك ارتياح وغادي ينخرط الانسان في مجموعه ديال المشاريع السياسيه ويفرح ونستمروا اليد في اليد. ولكن بهذه العناصر صعب جدا.